السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ولاد وأحلى بنات وولاد وبنات الصف الثاني الابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض درس جديد من كتاب المدرسي اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي الترم الثاني عام 2024. النهاردة هناخد مع بعض المحور الرابع التواصل. الموضوع الثاني وسائل التواصل. هناخد النهاردة قصة الاستماع مسرح الحي. قصة الاستماع. جاءت فرقة مسرحية وجهزت مسرحا كبيرا في الحي لتعرض عليه مسرحيات متنوعة، وأعلنت عن اختبارات لاختيار ممثلين للاشتراك في هذه المسرحيات. تقدمت أنا وأصدقائي للاختبارات ونجحنا، وأخبرتنا اللجنة بأننا سنقدم العرض المسرحي المقبل لأطفال مدرسة الصم، وعلينا أن نعد المسرحية مختلفة ومميزة، فهم أطفال مختلفون ومميزون. توقفنا في حيرة من أمرنا، كيف سنتواصل معهم دون كلام؟ وكيف سنمثل ونوصل الفكرة إليهم؟ اجتمع كل الممثلين المشتركين في هذه المسرحية لإيجاد اقتراحات، وتبادلنا الحوار والنقاش. فاقترح حسن أن والده متخصص في لغة الإشارة ويمكننا الذهاب إليه لمساعدتنا. ذهبنا جميعا لوالد حسن الذي شرح لنا أن لغة الإشارة هي طريقة التواصل غير الصوتي، فمن خلال حركات اليدين كالأصابع لتوضيح الأرقام والحروف، وتعبير الوجه لنقل المشاعر، وحركة الشفاه لقراءة الكلمات، وحركة الجسم للتعبير عن المعنى. يفهمنا غير القادر على سماعنا. واقترح علينا أن نعطيه النص المسرحي، وهو سيعلم كل فرد دوره باستخدام لغة الإشارة. كان وقتا ممتعا ومجهدا في نفس الوقت، وتعلم كل منا كيف يؤدي دوره بالإشارة. وجاء يوم العرض وقدمنا المسرحية بنجاح، وساعد الأطفال كثيرا. وتحمست أنا وأصدقائي لتكرار هذه التجربة، فقمنا بالاشتراك في دورة تعليمية في لغة الإشارة حتى نكون ماهرين فيها أكثر. واشتركنا في تمثيل العديد من المسرحيات لأطفال مدرسة الصم، وساعدنا بإدخال البهجة والسرور على نفوسهم. وبكده قصة النهاردة يعني انتهيت من قصة القراءة. قصة الاستماع مسرح الحي اللي احنا قريناه او اللي احنا استمعنا اليه.
استمع إلى القصة من معلمك. نشاط 1. انظر إلى كل صورة وعبر عنها بكلمة. الإصبع ده معناه إيه بلغة الإشارة؟ معناه هذا صحيح. معناه هذا صحيح. صحيح. ماشي، فهنكتب صحيح. طيب لغة الإشارة في دي إشارة المرور. لما النور الأخضر يعني يتقاد، يعني النور الأخضر قايد، يبقى ده معناه إيه؟ تحرك، يعني امشي. ماشي، يبقى دي تحرك. طيب هنا ستوب أو توقف أو امنع أو ممنوع، يعني ممنوع ان حد يقف هنا، او توقف يعني اقف هنا، يعني ممنوع ان حد يقف هنا من السيارات، او بالنسبة للناس المارة او الناس اللي هي بتسير على اقدامها بيقولوا لها توقف، يعني اقف هنا. توقف يعني اقف، ما تمشيش. يبقى أول صورة صحيح، تاني صورة تحرك، تالت صورة توقف أو ممنوع. نشاط 2 وألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. أعدت الفرقة المسرحية إيه؟ الفرقة المسرحية أعدت إيه؟ طبعا فرقة مسرحية بقى هتعد إيه؟ مسرحية. يبقى عدد الفرقة المسرحية دي معمولة أو مكتوبة في قصة الاستماع إن هي عدت مسرحية، عملت مسرحية يعني. رقم 2. والد حسن كان متخصص في إيه؟ هما راحوله علشان خاطر هو متخصص في إيه؟ عشان يكملوا المسرحية بتاعت الصم والبكم. والد حسن كان متخصص في لغة الإشارة. رقم 3. لغة الإشارة هي طريقة التواصل مع فاقدي حاسة فاقدي حاسة ايه؟ الإشارة دي هل هم البصر؟ هتكلموا بالإشارة ازاي مادام هو فاقد البصر، يعني مش شايفني أصلا، ولا فاقد الشم، ولا فاقد السمع؟ فاقد السمع، فاقد حاسة السمع اللي مش بيسمع، ممكن ان انا اقدر اتواصل معاه بلغة الاشارة. طيب رقم 4. شارك الاصدقاء في ايه مسرحية؟ في تأليف مسرحية، ولا غناء مسرحية، ولا تمثيل مسرحية؟ الاصدقاء مثلوا مع بعض في مسرحية، تمثيل مسرحية. طيب رقم ب، أكمل ما يلي. رقم 1. بعد نجاح المسرحية تحمس الأصدقاء لتكرار التجربة، فقاموا بإيه؟ قاموا بتعلم لغة الإشارة. يبقى قاموا بتعلم لغة الإشارة. طيب رقم 2. تخيل لو أنك ممثل وعرض عليك مسرحية لأطفال فاقدي السمع، فكنت ستقوم بإيه؟ طبعا هنقوم احنا زي ما ايه زي ما البطل عمل وراح لوالد حسن، وكان هو متخصص فين؟ في لغة الإشارة. يبقى أنا هعمل ايه؟ أذهب إلى متخصص في لغة الإشارة عشان أقدر أعمل مسرحية عن الصم والبكم. يبقى أذهب إلى متخصص في لغة الإشارة. طيب لاحظ واكتشف. نشاط 1. أنطق الكلمات الآتية ولاحظ: الخطاب، الشمس، الحاسوب، النهر، البحر، الهاتف، الرسالة، التواصل. طبعا لو لاحظتوا ان انا في حروف او في كلمات بنطق الالف واللام بشكل صحيح، زي الخطاب نطقت اللام. طب في كلمات تانية ما نطقتهاش، زي النهر، الشمس، ما نطقتش انا اللام خالص. امال ايه اللي انا نطقته ده؟ في حاجة اسمها لام قمرية، وفي حاجة اسمها لام شمسية، خدناها في الترم الاولاني وهناخدها تاني في الترم التاني. اللام الشمسية واللام القمرية، اللام القمرية تنطق وتكتب زي الخطاب، نطقت اللام، اللام نطقتها وتكتب، تكتب. الحاسوب نطقتها اهو وكتبتها، كتبت الالف واللام. طيب
هنا اللام الشمسية لا تنطق. طب مش هنكتبها؟ لا هنكتبها، هي مش بنطقها بس بكتبها، زي الشمس. الشمس. هل انا شلت اللام وكتبت الف شين على طول؟ لا، كتبت الف لام شين. ال دي لوحدها ماشي تنطق، انما لو جت بعدها حرف الشين تبقى الشمس. يبقى اللام هنا ما نطقتهاش بس كتبتها. النهر، ما قلتش النهر. صعبة. النهر، اللام ما نطقتهاش بس كتبتها لانها لام شمسية. ايه الفرق بين اللام الشمسية يا مس واللام القمرية؟ اللام الشمسية زي ما هو كاتب ان هي ما بتنطقش بس بتكتب، والقمرية بتنطق وتكتب، يعني الاتنين اهو حلوين. طيب اعرف منين ان دي هتبقى لام شمسية ولا دي لام قمرية؟ قالك اللام القمرية بتبقى جوه يعني ايه، بعد يعني الف ولام اللي هي ال ايه الكلمة بقى اللي بعد الالف واللام، يا اما فيها حرف من الحروف دي، جحا، غبي، فك، مخه، وقع. ايه ده؟ قالك الالف واللام لو جه بعدها حرف واحد من الحروف دي هتبقى لام قمرية. دي لام قمرية، دي لام قمرية. يعني لو قلنا وجبنا حرف الجيم بس تبقى ايه؟ الجميز مثلا. الجميز، يبقى اللام هنا لام قمرية لان نطقت اللام. طب لو قلنا مثلا الف ولام وبعديها ف، الفراشة، انا نطقت اللام اهي، الفراشة نطقتها حلو، يبقى دي لام قمرية. طيب لو قلت مثلا الوردة، الواو خدت حرف الواو تبقى لام قمرية. العين، خدنا حرف العين، العين يبقى لام قمرية. القمر لام قمرية. الهدهد، خدنا حرف الهاء، الهدهد لام قمرية. الخص، خدنا حرف الخاء، قمرية. الموز او المانجو لام قمرية، وهكذا. اي حرف خدناه من الحروف دي انا مش هاخدها كلها، انا هاخد حرف واحطه في جملة او احطه في كلمة. ال والف، لو جه بعديها الف والف زي الان، ادي اللام وحطيت الالف تبقى هنا كده مثلا، واكمل الكلمة. الاسكندرية، يبقى الالف واللام لو جه بعديها الف تبقى هنا اللام دي لام قمرية برضو. خلاص. يبقى دي الحروف ايه اللي هي القمرية. طب الشمسية يا مس بقية الحروف تمام. طيب هنا بقى الخطاب جه بعديها حرف الخاء، الخطاب اهو اللي هي حرف الخاء هنا ماشي. الخطاب يبقى دي لام قمرية. الشمس لام شمسية. الحاسوب، الحاسوب نطقتها جه بعدها حرف الحاء اهي في جحا، يبقى الحاسوب قمرية. النهر شمسية ما نطقتهاش. البحر نطقت اللام تبقى قمرية. الهاتف اهي جه بعدها حرف الهاء اهي، فين الهاء اهي حرف الهاء، الهاتف تبقى قمرية. الرسالة، الرسالة يبقى لام شمسية ما نطقتش انا اللام دي خالص يبقى شمسية. التواصل لام شمسية ما نطقتش برضو اللام. طب نشاط 2، كون كلمات بها لام شمسية ولام قمرية من الحروف الآتية: ألف ولام، فاء، شين، ميم، نون، سين، راء، ألف، هاء. عايزة أكون كلمات من الحروف دي بشرط أحط قبلها لام أو ألف ولام
واشوف اذا كانت الكلمة دي شمسية ولا قمرية. لو قلنا ألف ف، هنكون حروف مش من دماغنا، ده من هنا. مثلا لو قلنا الفرس، الفرس يبقى لام ايه؟ قمرية. الفرس لام قمرية. طب ناخد حرف الشين، الشمس لام مش قمرية. الشمس يبقى لام شمسية. طب لو قلنا مش برضو المشمش لام قمرية، نطقت اللام بشكل صحيح، المشمش. طيب لو قلنا الايه؟ النهر فين الره اهي، النهر لام شمسية. طيب ايه؟ النمر لام شمسية. طيب مثلا لو قلنا الهرم لام قمرية، وهكذا. يعني انت ايه؟ نكون كلمات بنفس الشكل، بس ما نخرجش بره الحروف دي. ما نجيبش حرف الخاء، ما مش موجودة، لا ما نجيبهاش. الحاء مش موجود برضو، ما جيبهاش كده. هنكون من الحروف دي كلمات وفصصها. الكلمة طلعت ايه؟ فيها لام شمسية ولا فيها لام قمرية؟ نجيب لام شمسية زي الشمس، النهر، النمر، السهم، الرأس، النمس، الشهر، الرمان. طيب لام قمرية زي الفم، المفرش، الأمر، المشمش، الأنس، الفرس، المشمس، الهرم. طيب نشاط 3، اكتب بخط النسخ. بالتواصل نعبر عن مشاعرنا. كل تلميذ هيكتب الجملة دي بخط جميل وبشكل واضح. بالتواصل نعبر عن مشاعرنا. وبكده قد انتهينا من درس النهاردة، وأشوفكم على خير المرة القادمة مع درس رحلة إلى المخيم. رحلة إلى المخيم. وما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.